السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم بقى في فيديو جديد في القناة. طبعا بقالنا كام يوم ما طلعناش، ما نزلتش فيديوهات خالص علشان كان عندنا نونو جديد. يا رب ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ويدي كل اللي عايز الذرية الصالحة يا رب، اللهم امين. النهاردة بقى هنعمل أكلة جديدة كده معانا، وأكلة حلوة قوي قوي. هنعمل حواوشي، أو عيش باللحمة أو حواوشي بالعجين. معايا هنا في العجان كيلو دقيق. نزلت عليه، كان معايا كوباية مية دافية فيها معلقة سكر ومعلقة كبيرة خميرة، دوبتهم كويس مع بعض. حطيت على الدقيق معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة ملح، ونزلت عليه بخليط الخميرة وعجنته كويس جدا لحد ما العجينة بدأت تلم معايا. نزلت عليها بمعلقة معلقتين كبار زيت، زيت زيتون. طبعا ممكن تحطي مع الدقيق بصل باودر وتوم باودر، وممكن كمان تحطي معاه زعتر وروزماري لو عندك. العجينة بتاعتي كانت طرية جدا. العجينة بتبقى قريبة من عجينة البيتزا، بس انا النهاردة خليتها طرية شوية، وكانت بتلزق سنة صغيرة بس كانت حلوة قوي. كده بقى خلصت العجينة وسبتها على جنب تخمر. تعالوا هنا معايا بقى تلات طماطميات كبار زي ما انتوا شايفين كده. هقطع الطماطم صغير خالص، عشان لو ضربتها في الكبة مع البصل والفلفل هتعمل مية، وانا مش عايزة كده. هنقطعها صغير خالص. الكمية دي لكيلو لحمة. ممكن نخليها كيلو لحمة، نص لحمة ونص سجق. ممكن نخليها سجق، كمية السجق اكبر او اللحمة اكتر لو انتوا عايزين. هضرب بقى كل الكلام ده معايا في الكبة، البصل والفلفل الاخضر، وكمان حطيت معاهم فص ثوم. فرمتهم فرم ناعم قوي، وهنزل بيهم على اللحمة. هبدأ احط ملح. البهارات بتاعتي اللي هستعملها ملح، 7 بهارات، وكم فلفل، ومعلقة كبيرة قرفة، وكمان بصل بودر، ومعلقة صغيرة بصل بودر، توم بودر. هنبدأ بقى بعد ما نحط البهارات ديت، هنبدأ نعجن الخليط ده كله كويس مع بعضه لحد ما اعمل للحمة عرقة. او ممكن لو عندك الكبة بتاعتك اكبر نحطها كبيرة، تاخدهم نحطهم كلهم في الكبة تاني. هنا بقى العجينة بتاعتي كانت خلصت معايا، خمرت زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اقطعها. طبعا هدهن الرخامة عندي زيت، وهبدأ اقطع الرخامة. بنقطع كرة العجين على حسب رغيف العيش اللي احنا عايزينه. انا مش هعمل الرغيف كبير، انا هعمل الرغيف اللي هو النص، يعني هحط اللحمة في النص واتني عليه النص التاني زي الساندوتش كده. هبدأ بقى اقطع العجين كور صغيرة واحطها قدامي على الرخامة. هنا انا عاملة فيه كبير وفيه صغير للولاد. العجينة عشان كانت طرية شوية معايا، كانت بتلزق سنة، بس نفعت جدا، كانت طرية جدا وانا بفردها. وكمان في السوا كانت حلوة، خفيفة كده من جوه وحشة. عايزاكم بقى تدعوا دعوة حلوة لفيروز، النونة الجديدة بتاعتنا، ربنا يبارك فيها يا رب ويجعلها ذرية صالحة هي واخواتها. ويا رب ربنا يرزقكم كلكم بالذرية الصالحة، اللهم امين. هبدأ بقى افرد العجين زي ما انتم شايفين. بصوا العجينة بتتفرد معايا بسهولة خالص ازاي. هجيب بقى اللحمة بتاعتي وافردها كده في النص، وابدأ اتني النص التاني عليه. احنا ممكن زي ما انا عملت كده نفردها، افرد اللحمة على العجينة كلها، واكون فردة كورة كمان من العجين واحطها عليها واقفل الاحراف زي ما انتم شايفين. بس انا لقيت ان الطريقة دي احلى اسهل. ببدأ بقى اقفل الاحراف واثبتها كويس عشان ما تفتحش معايا. هبدأ اعمل واحدة كمان. انا هعمل للولاد من غير جبنة. هخلي 4 كده في الاخر، هعملهم هزود عليهم فلفل حامي تاني عشان احنا عايزينه سبايسي، وكمان هزوده جبنة موتزاريلا.
طبعًا أنتِ ممكن نحُط مع الخليط دوّة، مع الجبنة، ممكن نحُط سلامي، وممكن كمان نحُط زيتون. الإضافات دي بتخلّي طعم الحواوشي في حتّة تانية خالص. ويا سلام بقى لو في سجق وهنعمله باللحمة والسجق مع بعض. ممكن نعمل حواوشي سجق بس، وممكن لحمة بس، وممكن الاتنين. بُصّوا، هابدأ بقى أقفّل، ده اللي فيه الجبنة وزوّدته كمان من هريسة الشطة. أنا نسيت أقول لكم إن أنا في الأول خالص مع اللحمة حطيت معلقة صغيرة هريسة شطة. طبعًا وإحنا بنعجن العجينة ممكن نعجنها بدل المَيّة بلبن، أو نحط لبن بودر، معلقة كبيرة لبن بودر لو عندِك. طريقته سهلة جدًا، العجينة ما خدتش منّي وقت في العجان، وكمان لو هاعجنها على إيدي. طبعًا أنا مش في البيت، أنا عند أختي. فعشان كده استعملت العجان بتاعها، لكن لو عندي في البيت كنت عجنتها على إيدي. ما كانتش هتاخد وقت جدًا، ما كانتش هتاخد وقت خالص، وكانت هتلِم معايا بسرعة. العجينة باعرف إنها اتعجنت كويس لمّا ألاقي البولة أو الطبق أو العجان اللي أنا باعجن فيه نضف معايا والعجينة لمِّت نفسها. هنا بقى كنت خلّصت الحواوشي كلّه، فردته وحشيته كلّه. هاجيب بقى معلقة نسكافيه عليها معلقتين مَيّة وادوبهم كويس في بعض. ممكن نحط لبن مع النسكافيه، وممكن ندهن بلبن بس. ممكن بعد ما ندهنه كده كمان لو عندِك سمسم وحبة البركة تحطي على الوش. أنا ما كانش عندي سمسم، وما لقيتش كمان حبة البركة أو الولاد مش بيحبوها، فما رضيتش أحط منها. الحواوشي وهو بيستوي في الفرن، اللحمة بتنزّل من المَيّة والسوائل والدهون اللي فيها، فالعجينة وهي بتستوي بتتشرب منها. عايزة أقول لكم كان بجد طعمه فظيع. جرّبوه بالطريقة ديّة، ممكن تجرّبي في نُص كيلو دقيق. أنا الكيلو بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا يا رب، عمل لي كل الكمية دي زي ما أنتم شايفين. هنا كنت دهنته كلّه بقى ودخّلته الفرن. بُصّوا بقى اللقطة اللي جاية، بُصّوا المنظر. واحدة حواوشي مع دي، مع شيبسي أو بطاطس محمّرة، وطبق مخلِّل كده وكوباية بيبسي، يا في حتّة تانية خالص. تعالوا بقى ناخد واحدة كده نفتحها، ده اللي هو البارد مش spicy، ومن غير الجبنة للولاد. بُصّوا بقى شكل الحواوشي، اللحمة من جوّه مستوية، العيش تحفة، مستوي وهَش جدًا، عامل زي القُرَص الطرية بالضبط، أو زي عجينة القُرَص اللي بنجيبها من الأفران. وده بقى كان شكل الحواوشي بتاعنا، وبالهنا والشفا. بُصّوا ده اللي بالجبنة، وبالهنا والشفا.